السايس، بص تتفق معايا او معترض معايا او على الكلام اللي هقوله، فده كلامي ورأيي ومش هغيره. من فترة كده او من سنين فاتت كنا نسمع عن مصطلح السايس. فالسايس ده اللي هو كان شخص بيبقى شغال في كومباوند او في نادي او حاجة او في باركنج تبع نادي، بيخلي العربيات تركن. لا، الشخص ده بياخد من المكان اللي هو شغال فيه مرتب. طيب انت بتعمل ايه بعد ما بتركن؟ بما ان الراجل ده تعب معاك ويعني خلاك وقفت في مكان في الكومباوند او في الباركنج او النادي او المكان اللي انت هتركن فيه، فانت ذوقيا بتديله تيبس مثلا او اللي فيه نصيب. دي حاجه لله ما بينك وما بين ربنا، مش فرض عليك. مؤخرا بدات الناس تستسهل الموضوع، فاكتشفوا فكره السايس دي، بينزلوا في الشارع. مش كل الناس طبعا برضو عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، الموضوع بدا بقى على خفيف شويه. واحد ينزل يجيب الفيست او من غير فيست وينزل يقف في الشارع ويركن الناس، لا ويقف يستنى منهم، بيستنى مش بيطلب ان هم يدوله. في طبعا ناس بتمشي وفي ناس ما بتديله برضه. الشخص اللي بيدي فده بيعامل ربنا. تطور الموضوع اكتر من كده، فبقى ان السايس دوت بيطلب يا باشا يعني دين انا ركنتك وبتاع، فذوقيا منك برضو مش هتحرجه ان هو طلب فبتديله، بس برضو انت مش مجبر، انت بتديله وانت بتعامل ربنا. لحد بقى ما الموضوع اتطور جدا وبقى الموضوع بلطجه. ما تستغربش، هو الموضوع بقى بلطجه، وقلت لك متفق معايا او مختلف فهو بلطجه. انا هحكي لكم على موقف صغير حصل معايا من ضمن مواقف كتير يثبت لك ان هو بلطجه. كنت في مره انا واخويا راكبين عربيتي ونزلنا قعدنا في مكان كنا في الشارع. بعد ما خلصنا قعدتنا، احنا عايز اقول لك ان قعدتنا دي ما كملتش ساعه، قلنا هنمشي، فروحنا مكان العربيه وركبنا العربيه واحنا طالعين، فطلعت 5 جنيه واديتها للولد اللي واقف اللي هو المفروض السايس، مع ان هو يعني انا ما استفدتش منه حاجه لان الشارع كان فاضي اصلا وانا ركنت. الولد راح مخبط لي على العربيه ولا انا عايز 5 جنيه كمان. قلت له يا حبيبي ليه؟ يعني كل سنه وانت طيب، بس انا اديتك فلوس، يعني اديتك في نصيب، انت مش هتطلب مني مش تامرني ان انا اديك كام. فلا، مصمم وعمال يخبط لي العربيه، انا مش همشيك من هنا، ومسك طوبه طوبه قد كده، هتدفع لي اما مش همشيك. المهم طبعا اتعصبنا ونزلنا اتخانقنا وحصل حوارات كده والناس سلكت وخدنا بعضنا ومشينا وخلاص الموضوع خلص. موقف تاني، رايح مشوار، المشوار ده ما كملتش جوه الفرع 3 دقايق على بعض وانا راكن في الشارع. نزلت خلصت اللي كنت هخلصه وجيت اركب العربيه، فبرضه لقيت لك واحد طلع لي متفهمش منين، اديته 5 جنيه، فبيقول لي لا يا باشا مش تنفع. بقول له حضرتك ايه اللي مش تنفع؟ قال لي لا، ما انا بقول لك مش هتنفع، يعني عايز 5 كمان. اتكلم كده بالظبط. فبقول له يا باشا 5 ايه؟ هو انا دخلت دقيقتين وبعدين انا راكن في الشارع. قال لي لا يا باشا ده باركنج. قلت له يا حضرتك لا ده مش باركنج، ده شارع. وحضرتك تبع ايه؟ يعني انت تقول لي باركنج على السي، انت تبع ايه؟ انا مش في نادي ولا كومباوند. قال لي لا يا باشا انا عايز باريزه. قلت له حضرتك باريزه ايه؟ انا اديتك 5 جنيه، فحضرتك المفروض تاخدها وتشكر ربنا والحمد لله وخلاص. انا كل ده بتكلم باحترام. قال لا يا باشا خلاص بص، راح جاي هابد لي كده 5 جنيه على التابلو بتاع العربيه. خلاص يا باشا انا مش عايز حاجه وبتاع ومش معاك امشي وبتاع. هو ايه اللي مش معايا؟ هو انت ليه بتجبرني؟ انت ليه واخد الموضوع بلطجه؟ انا مش فاهم. قلت له حضرتك هتاخدها ولا مش هتاخدها؟ قال لي يا عم مش عايزها. قلت له خلاص ماشي. حط زي ما هي على التابلو، قمت واخد بعضي وبمشي، راح مخبط لي على العربيه جامد. خد يا عم انا مش بكلمك وبتاع. قلت له حضرتك قلت لي مش هتاخدها، انا همشي. فضل يهلل ويزعق ويعمل لي حوارات وبتاع. المهم ما اديتهوش حاجه واديته 5 جنيه، خدت بعضي ومشيت. فانا عايز اسمع رايكم بس في كومنتات، ان هل انتوا شايفين ان السايس دوت ده حق مكتسب؟ يعني هو حق مكتسب ان انا لازم اديله فلوس، مع ان غيري ممكن ما يقفش عادي ويقفل الازاز اول ما يركب العربيه ويطلع يجري عادي. في واحد غيري ممكن يركب عربيته وبكل بساطه هيمشي، والسايس ده هيقعد ينادي عليه وهو مش هيعبره ولا هيرد عليه وهياخد بعضه وهيمشي. فانا عايز اسمع رايكم بس، هو الموضوع بالنسبه لكم ايه؟ وهو فعلا الموضوع انا شايفه ان هو بقى بلطجه بجد، وانا مش مجبر ومش مضطر ان انا ادفع لك فلوس لمجرد ان انا راكن في الشارع اللي هو مش ملكك. بس كده يا جماعه.